النهاردة أنا عايزة أتكلم معاكم في إزاي نرتب الأكل بتاعنا بحيث إن إحنا طول الوقت نحس بشبع، طول الوقت نحس إن إحنا شبعانين ورويانين وما عندناش أي مشاكل خالص خالص. انت مثلا أول حاجة بتحطيها قدامك، لو انت مثلا عاملة شوربة، لو انت عامله سلطه، وده لازم واساسي، الشوربه والسلطه حلوين جدا جدا ومشبعين. تبداي بالسلطه، تاكلي طبق سلطه كبير جدا جدا جدا، وبعدين تدخلي عليه بالبروتين بتاعك، وبعدين تدخلي عليه اخر حاجه خالص الثلاث معالق رز اللي هم النشويات. يبقى انا املى معدتي الاول بالاكل اللي هو الصحي، اللي هو ما فيهوش سعرات وبيشبع في نفس الوقت، وبعدين ادخل على الاكل اللي هو البروتين، وبعدين ادخل بقى على الخطر اللي هو النشويات. يدوب هتلاقيكي بتاكلي معلقه معلقتين بالكتير قوي 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 من النشويات دي. خلاص، بحب الحلويات قوي 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 وعايزه اكل حلويات. وانا عامله صيام متقطع، بعمل ايه؟ بتلحمي قطعه الحلويات مع الوجبه اللي انت بتاكليها. يعني انت مثلا دلوقتي بتاكلي، خلصتي الوجبه بتاعتك وعندك شوكولاته دارك، عندك فاكهه، عندك حاجه مسكره عايز تاكليها مع الوجبه بتاعتك. في نهايه الوجبه كليها، وبعدين اشربي القهوه بتاعتك اللي هي بدون سكر. برضو اتكلم معاكم في ان اخطر حاجه على الجسم هي السكر، اللي هما الابيضين، السكر والملح. خفف سكر وبقدر المستطاع نقلل ملح. وفي انواع ملح كويسه، ملح البوتاسيوم بتحط منه برضو كميه قليله، وفي ملح الهيمالايا جميل جدا وكويس جدا. اصعب حاجه ممكن تقابلك في الصيام المتقطع وتلاقي فيها صعوبه شويه في الاول هي طبعا الجوع، العطش، الدوخه، الكلام ده كله. لكن والله صدقيني، اول ما بتدخلي في الصيام المتقطع وتصومي صح وتقطعي اللي هو المكرونه والعيش، وتبداي بقى يدوب 3 معالق رز او بطاطايه مسلوقه او كده، او بطاطا مسلوقه، وبتبداي بقى تاكلي بروتين وتاكلي نشويات مقننه زي 3 معالق رز. بتبداي ان انت خلاص تحسي ان انت يعني شبعانه، بتبصي للخبطه كده مش قادره تلخبطي. انا بس عايزاكم تخليكم معايا كده الاسبوع الاولاني. الناس المبتدئين في الصيام المتقطع يتشجعوا كده الاسبوع الاولاني، قللوا. يعني اقول لكم على حاجه، اقول لكم على فكره برضو، لو انتوا مش عايزين تعملوا صيام متقطع دايركت كده على طول صيام، تعملي ايه؟ اول حاجه ابدأي ان انت تقللي نشويات. يعني اول حاجه امنعي مكرونه، اقعدي شويه كده منع المكرونه، وبعدين شويه تانية امنعي العيش. واحده واحده كده اتعودتي تمنعي المكرونه والعيش، خشي بقى على الصيام. ابدأي قللي نشويات، ابدأي زودي بروتينات، ابدأي زودي شرب ميه، ابدأي زودي مشروبات بدون سكر، ابدأي كلي سلطه كتير، خضروات، الحاجات دي هتلاقي نفسك بتخسي ان شاء الله وبطريقه ملحوظه. هي بس يا جماعه النسب لما بتتحقق في الاكل بتخسي. نسب، النسب ناخد بالنا منها. يعني لو مطلوب منك 150 جرام بروتين، كلي 150 جرام بروتين في الوجبه. لو مطلوب منك 3 معالق رز، كلي 3 معالق رز. تمام؟ طيب في حاجات تانية برضو يعني انا بتسأل عليها كتير، اللي هي مثلا ايه؟ ان انت لو حصل ثبات في الوزن، وهل الصيام المتقطع بيعمل ثبات في الوزن؟ ايوه، الصيام المتقطع بيعمل ثبات في الوزن عادي. ويجي عليكي لحظه، اي دايت، اي دايت في الدنيا بيجي عليه فتره يعمل ثبات في الوزن. اعمل ايه بقى لما يحصل ثبات في الوزن؟ الخبط يوم وارجع تاني هتلاقي الميزان اتحرك. غير كده كمان احنا اتفقنا ان في الصيام المتقطع ما بيبقاش التارجت بتاعنا الميزان قد ما بيبقى المقاسات. انا مقاساتي عامله ايه؟ يعني مثلا البليزر ده انا كنت ببقى لابساه عامل عليا ايه، ودلوقتي عامل ايه مثلا. المقاسات بطني في يعني عاليه كده في اللبس ولا بدات تنخفض؟ المقاسات هي التارجت بتاعك
في الصيام المتقطع. لقيتي مقاساتك بتتغير والميزان ثابت او بيقل ببطء، ما تقلقيش، لان احنا في الصيام المتقطع بنعمل رياضه، والرياضه بتقوي العضلات، والعضلات بتوزن. يعني انت دلوقتي مش بتنزلي دهون وميه، او مش بتنزلي عضلات وميه، انت بتنزلي دهون وفي عضلات بتقوى. يعني ممكن النسبه بتاعت الدهون اللي نزلتها يعني تتقوى العضلات بتاعتي وتتقل قدها، فيحصل ان الميزان بتاعي بيتحرك ببطء. لكن الشيب بتاع الشكل وشكل اللبس وشكل الجسم هو اللي بيحدد لي انا بخس ولا لا. فاهمين انا عايزه اقول ايه؟ فهو ده التارجت بتاعي، ان انا اشوف مقاساتي، ما اشغلش نفسي في الميزان خالص، بالميزان خالص، وخصوصا في الفتره الاولى من الصيام المتقطع. يا رب تتشجعوا كده، وان شاء الله هنعمل منيو حلو كده للصيام المتقطع في العيد بجهزه لكم. وانتظروا الفيديوهات، وعايزاكم بقى تعملوا لايك وتعملوا شير وتشيروا الفيديو كده على اعلى نطاق للناس المهتمه. وكمان تعملوا لي تعليق حلو كده منكم، تكتبوا لي فيه احنا ابطال الصيام المتقطع. بحبكم جدا، ومع السلامه.